السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكه ديال الشوكولات كما كتشاهدوا معنا في الفيديو بطريقه سهله وبمكونات بسيطه موجوده في كل بيت. كنحضروا هذه الكيكه هذه. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش ننجح معكم الوصفه. يلا نمروا مباشره للتحضير بعد بالصلاه والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خديت هاد الكاسرونه وضفت فيها 60 غرام من السكر حبيبات، وغنضيف 180 ملل من الزيت النباتي، وغنضيف 200 ملل من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، وغنضيف 200 غرام من الشوكولات، وغنضيف 8 غرام من الكاكاو المر ما يعادل ملعقة صغيرة. لنرفع المكونات فوق نار متوسطة. مجرد ما يبدا في الغليان غادي نقوم بالتحريك ديال المكونات. هنا بعد ما غادي يبدا يغلي غادي نزولو من فوق النار ونتركو يبرد واحد شويه، تقريبا 5 دقائق. غادي ناخذ من هذا الخليط 180 ملل غنخليه جانبا. غادي نصب الخليط في هذا البول باش يسهل لي استخدام باقي المكونات. نقوم بإضافة البيض بالتدريج، عندي 3 البيضات. بالنسبة للبيض إلا كان البيض صغير بزاف غادي تستعملوا 4 البيضات، إلا كان البيض متوسط شوية غادي تستعملوا 3 البيضات. وباش نشرح معكم الكيكة خاص البيض ميكونش خارج من الثلاجة، يعني تخرجيه من قبل. غادي نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، استعملت 10 ملاعق كبيرة. غادي نضيف 16 غرام من خميرة الحلويات بيكنج باودر. غنضيف الدقيق المتبقي وغنضيف عليه 7 غرام من نكهة الفانيليا. جهزت المول العبار ديالو 24 سنتيمتر، دهنتو بالزيت ورشيتو بالدقيق. غادي نصب الخليط اللي حضرت معكم. هنا غادي نقوم بتفريغ الخليط الكيك من الهواء باستعمال عود ديال الأسنان. وهنا غندخل الكيكة للفرن على درجة الحرارة 180 لمدة نصف ساعة. بعد ما خرجت الكيكة من الفرن غادي نوضع فيها هاد العود هذا، وغادي نخرج العود غتلقى ناشف، يعني الكيكة طابت من الداخل. غادي نقوم بتقبيل الكيك باش يدخل معها الصوص اللي صوبنا في الاول، اللي كنا حيدنا هذاك الكاس. هنا غادي نصب صوص الشوكولا اللي نقصنا في الاول. وغادي نقوم بتزيينها ببشر الشوكولات. وفي مرحلة التزيين يمكن لكم تزينوا باش ما حبيتو. هنا بعد ما ساليت مرحلة التزيين غادي نقطع الطرف منها باش نوريكم النتيجة النهائية من الداخل. كيف ما كتشوف معنا وانا كنقطع الكيكة كتبان لكم هشيشة بزاف. وكيف ما كتشاهدوا معنا هذه هي النتيجة النهائية، كيكة عائلية بمذاق الشوكولات اللي كتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير.
كنتمنى ان تعجبكم هذه الوصفه هذه، وتردوا لي في التعليقات بالراي ديالكم. وإلا كانت هذه هي اول مره كتشاهدوا في هذا الفيديو هذا، ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش تواصلوا بكل جديد. وإلا عجبتكم الوصفه خليوا لي تعليق. وما بقى لي الا نودعكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، مع جربها معايا.